بعد سنة رجعنا تاني سلطنة عمان. السلام عليكم عزيزي المشاهد، إيه الأخبار؟ وأهلا بك مرة أخرى. عدنا أخيرا لليوتيوب الأول وفيديو جديد من سلطنة عمان، وبالتحديد من إبرة. والله طال الغياب، والله يعني أنا كنت مفتقد اليوتيوب بصراحة، وحشتوني. خلونا بس كده نتكلم الأول عن حاجة بسيطة كده جانبية قبل ما نخش في موضوع الفيديو. أولا أنا مبسوط جدا جدا بكم التفاعل وأرقامنا اللي عمالة بتزيد مع بعض. مبسوط جدا إن في ناس بتشاركني نفس الحاجة اللي أنا بحبها، بتحب الفيديوهات وبتديني دايما آراء إيجابية، ودايما بتعلق وبتتفاعل مع اللي أنا بقدمه. دي حاجة تبسطني جدا جدا، وشكرا لكم. كملنا 300 سبسكرايبر بس، فكل الحب ليكم كلكم. خلونا بقى نتكلم عن موضوع الفيديو الأساسي، قصة سفريتي أو سفري لأول مرة لوحدي. يمكن كان الموضوع كان موتر شوية بالنسبة لي بصراحة، لدرجة إن أنا حتى ما صورتش فلوج، ما رضيتش إن أنا أعمل كده بسبب إن أنا أصلا أنا كنت متوتر لوحدي. فيديو كول عادية جدا بيني وبين بابا يوم الاثنين أو الثلاث من مصر. كنا خلاص في اواخر شهر سبتمبر، بعد زن واصرار كبير جدا مني. يا بابا انا خلاص، انا كلمت اصحابي اللي في عمان واتفقت معاهم ان انا اشوفهم. يعني حضرتك خلاص اتفقنا مع بعض ان احنا هخلص كلية، خلاص مخلص من اخر شهر اغسطس، فخلاص من اول 9 كنت فاضي. كل شوية اكلمه كل شوية اكلمه لحد ما جت المكالمة الموعودة يوم الاثنين او الثلاث تقريبا. كان بيكلمني عادي جدا، اخبارك وكده. قلت له بابا ايه اخبار السفر؟ كل حاجة جاهزة بالنسبة لي، الباسبور موجود، كل حاجة جاهزة. تقدر تسافر لوحدك؟ قلت له اه هقدر اسافر لوحدي. قلت له احجز اي حاجة، انا عايز اجي باي شكل. فقال لي هيبقى ترانزيت. قلت له مش مشكلة، ما عنديش اي مشكلة مع الترانزيت. ايه يعني؟ قال لي هيبقى الوزن هيبقى محدود، هتبقى معكش غير هاند باج صغيرة، يعني عارفين قد كده او مش قد كده بالظبط يعني، بس هي هاند باج صغيره قوي. الشنطه اللي مسموح لك بيها ان انت تاخدها معاك الطياره تحطها، ما تبقاش من ضمن الوزن لو الشنط كتير. فقلت له بابا ما عنديش اي مشكله وبس. قال لي خلاص توكلنا على الله. قفل معايا المكالمه في غضون 10 دقايق او ربع ساعه، كان خلاص التيكت محجوز ذهاب وعوده، التاشيره كانت جاهزه من قبلها، فكل حاجه تمام. بعت لي كل ده على الواتساب وخلاص. انا كده عرفت ان انا هسافر يوم الخميس، كان 26 سبتمبر تقريبا. فخلاص تمام، معنويات عاليه. في فيديوهات لسه كنت بمنتج فيها صحاب المدرسه بتاع كانه امبارح ده بالظبط. يعني انا كنت مخلصه، كنت بعمل الثامنيل وخلاص، والكابتن اللي المفروض ان هو يوديني المطار موجود تحت البيت، وخلاص بقينا جاهزين للسفر. خدت الشنطه طبعا صغيره جدا قد كده، ما فيش اي نفس خالص. طب انا عايز اخد مثلا معايا اللابتوب، عايز اخد معايا الكاميرا والمعدات كلها والمايك، واخد كمان اضاءه، ده غير الهدوم، هدايا لاصحابي، عايز اعمل اي حاجه. الشنطه صغيره جدا، وانا طبعا مرعوب لان انا لوحدي، هبقى لوحدي في وش المدفع. طب افرض وزنوها، طب افرض كانت مثلا 7 كيلو ونص او الوزن الزياده ده، هعمل بيه ايه؟ فكنت حريص جدا من البدايه، من وانا بجهز السفريه، ان انا الشنطه وزنها لازم يكون مظبوط، مفيش مجال للخطا. خلصت الفيديو الاخير اللي قلت لكم عليه، بخلص الثامنيل بتاعته وخلاص، وايه ورفعته وعملته ابلود وخلاص، على بس على ايه، على ان انا اعمل له شير ويبقى بابليك. نزلت خدت الشنطه دي معايا، تمام. كان معايا كنت لابس الطقم ده مع القط عزت، قط مع البطه عزت، انا اسف. اتحركنا من المطار. طبعا انا اول ما دخلت كنت يعني كنت انا وهو بس في العربيه، فبدأنا ان احنا نحكي ونتكلم. طبعا يعني قلت له اول ما شفته على طول، مع ان يعني ما فيش معرفه قويه بينا يعني، عادي. فاول ما قعدت قلت له انا متوتر. قال لي في ايه اللي حصل وكده؟ قلت له دي اول مره اسافر لوحدي. فقال لي اهدى وما تقلقش، وبدا ان هو يعرفنا عن الاجراءات واحده واحده. وبعد كده بدانا نتكلم بقى عن ايه، عن امورنا الحياتيه. بدات انا اتكلم الاول عن السكن وعن الكليه، بكون ان انا لسه طالع من امتحانات والزحمه بتاعت كليه الطب وكده. وهو برضو نفس الكلام، برضو بدا بقى يكلمني عن ايه، عن فترته لما كان في سني وفتره الجيش بتاعته وهكذا. وصلت مطار القاهره. جه بقى دي بقى ايه اول مواجهه، ده هنا بقى بدايه الجد بقى. عارف انت لما تقعد مثلا ايه، حد مثلا كده تبقى انت واخد قرار وحد يحذرك يقول لك طب يا فلان، طب اهدى، طب اعقل، وانت تقول له لا انا قدها، وتشوح بايدك الشمال كده وتفرد صدرك. اهو ده وضعي بالظبط.
فمجرد ما اتحطيت بقى في الموقف انا خلاص التذاكر كلها اتحجزت خلاص والتأشيرة وكل حاجة، فأنا قلقان من فكرة إن أنا مش عارف أروح فين. المهم دخلت المطار لقيت كراسي قعدت، بس لقيت في زحمة كبيرة جدا كده ناحية الكاونترز بتاعت الشنط اللي هو السير اللي هو الأولي لسه قبل ما تروح تشوف بقى شباكك او تروح تشوف انت في يعني مكتبك تبع انهي شركة طيران. اول حاجة خالص انت ايه، حاجه مبدئيه كده، تفتيش مبدئي ليك انت وللشنطه. فلقيت في زحمه رهيبه، فقلت لا انا مش وقت قعاد خالص. كنت واصل تقريبا المطار قبل ميعاد الطياره بساعتين او 3، وده ميعاد كافي ومناسب جدا. الاجراءات كانت بطيئه جدا بصراحه، كان الدنيا كانت زحمه قوي، وكان يعني مثلا كان في المفروض يبقى في مثلا 10 منافذ للسير الاولي ده والتفتيش، 2 مثلا بس او 3 اللي شغالين، واحنا تقريبا كنا 200 او 300 بني ادم واقفين. رحنا بعد كده بقى ايه، او رحت انا لوحدي يعني أنا اسف، على الايه بيبقى نبدا بقى نتقسم لايه، لمكاتب. كل شركه طيران مثلا ليها مكان، طيران الامارات، مصر الطيران، الاتحاد. رحت بقى لايه الموظفه، وده بقى ايه اول لقاء فعلي بقى، لايه الاول استخدام فعلي للباسبور بقى وللتذاكر والتاشيره وكده. صباح الخير، صباح النور، السلام عليكم. وعليكم السلام. مسافر فين؟ قلت لها مسافر مسقط وترانزيت ابو ظبي. قالت لي تمام، ممكن اشوف التذكره؟ قلت لها اتفضلي حضرتك التذكره اهي. طلعت لها بقى التذكره مطبوعه. قالت لي وانت هتقعد قد ايه في عمان؟ قلت لها هقعد تقريبا 3 اسابيع، حوالي تقريبا 24 يوم كده، من يوم 19 سوري من يوم 26 سبتمبر ليوم 19 اكتوبر. فقالت لي تمام، معاك التذكره بتاعت الاياب؟ قلت لها معايا. طلعت لها تذكره الاياب. قالت لي طب التاشيره؟ اديتها التاشيره. طيب بدات بقى ايه هنا، بقى بدا التوتر بقى. بدات ايه، تبص على الورق وتبص عليا، بتبص على الورق وتبص عليا. انا اصلا يعني انا جاي لها جاهز، انا اصلا يعني قلقان، انا متوتر. الموضوع اول مره، عارف اللي هي ايه، الصدمه كده، الصدمه بتاعت البدايات. بس دي كون ان هي عماله بتبص في التذكره وتبص عليا في ايه، بس انا وقفت ساكت. 5 دقايق 10 دقايق عدت، وبدات ايه بقى، بدا بقى الموضوع يتطور بقى. بدات تعمل ايه، بقت ماسكه الباسبور بتاعي وماسكه التذكره، قعدت عماله بتصور، عماله بتصور، وانا سامع صوت الايه اللي هي التك بتاعت الواتساب. طب هو حضرتك في ايه؟ بدات اسال بقى بعد ربع ساعه واقف تقريبا، هو حضرتك في ايه؟ قالت لي لا لا تمام، مفيش اي حاجه خالص، هو بس هي اجراءات بخلصها. فقلت لها تمام. انا واقف مثلا في شباك اهو بتاع الاتحاد، جنبي يعني شباك تاني او مكان تاني برضو، مش شباك، مكان تاني برضو او مكتب تاني تبع الاتحاد، وجنبي برضو مكتبين تانيين. كل الناس عماله بتمشي بتخلص امورها في 5 دقايق 10 دقايق وانا واقف. بدات تصور وعماله بتصور، ده اكتر حاجه قلقاني ان هي عماله بتصور الباسبور بتاعي. هو انت مسافر لمين؟ قلت لها والدي موجود هناك. قالت لي طب هو والدك معاه اقامه؟ قلت لها معاه اقامه. طب ممكن توريهاني؟ معيش الاقامه بتاع بابا. فبعت له بقى على الواتساب، بعت لي الاقامه. قلت له اتفضل حضرتك الاقامه. قالت لي كده تمام، فاضل بقى ارقام التذاكر. قلت لها حضرتك يعني ايه ارقام التذاكر؟ تيكتس قدام حضرتك اهي، ده اللي معايا وده اللي بابا بعتهولي. المهم عدت، فضلت تقريبا واقف قدامها تلت ساعه ولا نص ساعه. في الاخر خلاص بقى قلت لها هو حضرتك هو انا طولت ليه وفي ايه؟ ضحكت لي بقى قالت لي ما تقلقش مفيش اي حاجه خالص، هي بس مسقط الاجراءات فيها بتبقى شديده شويه كده، ومشددين قوي على موضوع السفر ده بالذات للي في سنك وعشان الاجراءات وكده. قلت لها تمام، فاضل بس حاجه واحده اطلع لك التذكره بقى، حضرتك عايز تقعد فين؟ قلت لها يعني حضرتك يعني شوفي لي كده مكان. قالت لي قاعده جنب الشباك. قلت لها يا ريت يا ريت والله قاعدين جنب الشباك. فسالتني بقى السؤال او الحاجه اللي انا كنت قلقان منها بقى، معاك شنط؟ قلت لها معايا الهاند باج دي. رفعتها لها كده، انا مستنيها بقى ايه توزن وتقول لي ايه، لا دي 7 كيلو 200 جرام حضرتك، احنا لازم ننزل 200 جرام دي لان انت مسموح لك ب 7 كيلو بس. مفيش الكلام ده خالص. رفعت لها الشنطه، قالت لي كل ده على الكتكوته دي؟ قلت لها والله وحضرتك يعني ما تعرفيش انا سايب ايه، انا سايب اللابتوب بتاعي وسايب كل حاجتي واخد الكاميرا بالعافيه. فقالت لي لا لا خلاص تمام، انا حجزت لك جنب الشباك، انجوي وتوصل بالسلامه وكده. وقالت لي اطلع بقى على الشباك اللي هناك عشان ختم الجوازات وكده وخلاص، وتروح تشوف الجيت بتاعتك بقى. وعملت لي دايره على الجيت، تذكره عملت لي دايره على الجيت المفروض ان انا استنى فيها، اللي هي خلاص الفاصل ما بيني وما بين الطياره. طلعت بقى ومليت الورقه اللي انا لحد دلوقتي مش عارف ايه لازمتها. ورقه اللي هي الورقه اللي بتبقى، ابقى احط لك صورتها في اي حته هنا او هنا، ورقه كده بتتملي بملى فيها البيانات الشخصيه بتاعتي، اسمي ورقم الجواز والحاجات دي، وخلاص الجواز اتختم تمام. وبقيت قاعد موجود في الجيت بتاعتي،
وجت بدأنا بقى اللي هو ندخل للطيارة، ودخلت الطيارة. أول ما دخلتها لقيتها نوعا ما كبيرة، زحمة، يعني تقريبا في صف كراسي، 4 كراسي 4 كراسي 4 كراسي، صفة كاملة، فهي عريضة أو كبيرة، أو يمكن تقريبا 4 3 4، المهم إن هي كبيرة قوي. يعني تقريبا الطيارة كلها آسيويين، فأنا كنت بدور على إيه، بدور مثلا على أي حد أقعد جنبه مثلا أو كده، أو يبقى حد جنبي مثلا مصري ولا حاجة، نقعد نتكلم مع بعض، بحيث إيه، أنا لسه برضو متوتر، فأنا بحاول إيه أشوف أي حاجة تخفف التوتر ده شوية. قعدت جنب الشباك، قعد جنبي 2، يبقى كده 3 3 3. كنت أنا على الشباك، وفي واحد قاعد جنبي في النص، وواحد بقى إيه مطرف خالص. أوكي تمام. منين؟ طبعًا أنا ما سألتوش يعني، بس أنا إيه شُفت الباسبور بتاعه كان نبيتي كده وأحمر، فعرفت إن هي إيه China، من الصين. بدأ بقى إيه، أنا متوتر خلقة من الرحلة ومن الإجراءات وكده، بس إيه بدأت اللي هو إيه أهدى شوية بقى وآخد نفسي، بدأت آخد كام صورة كده للطيارة. خلاص أنا تمام، بابعت لهم بقى على الواتساب، خلاص أنا يعني في الطيارة خلاص، دعواتكم وأشوفكم على خير إن شاء الله. بدأ بقى إيه اللي جنبي يعطس، عطس مرة، تمام، ما فيش مشكلة. تقريبًا كده هم إيه جروب، فهم مش الاتنين اللي جنبي دول بس، ده في تقريبًا 10 أو 20 تبع الجروب ده موجودين أو متوزعين قدامي وورايا، فاللي جنبي بدأ يعطس، مش مشكلة، عطس مرة، 2، 3، مش مشكلة، عنده برد عادي، تمام، معهوش مناديل، مش مشكلة برضه، عادي، ما فيش حاجة، أنا قاعد خلاص ربطت حزامي، تمام. بدأ بقى اللي إيه اللي قدامه يرد عليه سيمفونية العطس دي، ما هو يعني هو اللي ورايا ده أحسن مني في حاجة، بدأ هو كمان يعطس. طب تمام يا جماعة، طب يعني أنا أعرف مثلًا إيه، حد مثلًا عنده برد إيه، معاه مناديل، معاه مثلًا كمامة، حتى يعني مثلًا إيه، عادي يعني، تضررت من الموضوع أنا، فتضررت يعني في حاجة وصلت لي، خلاص بقى يعني من غير تفاصيل، في حاجة وصلت لي، فالمفروض إيه، تقول لي مثلًا إيه، sorry، يعني عارف حتى إيه، يعني تعمل لي كده مثلًا اللي هو اعذرني، أنا آسف، أي حاجة، ما فيش أي حاجة حصلت. بس وسط سيمفونية العطس دي بقى كلها، أنا كنت مطبق يومها، نمت، باصحى من وقت للتاني بابُص كده على الشباك جنبي، إحنا فين، ده الله دي سما، أصوّر صورة وأنام تاني، أصوّر صورة وأنام تاني. بابُص ساعات برضه باصحى أبُص اللي جنبي ألاقيه بيلعب على اللي هي النينتندو دي، بيلعب على جهاز كده نينتندو، ما أعرفش بصراحة أي تفاصيل عنه، بس هو جهاز كده شبه الPSP كده، أنا حضرته يعني زمان، بيلعب عليه كده لعبة تقريبًا ماريو ميكر أو حاجة كده، كان خلاص كان فاضل مثلًا قد إيه، ساعة إلا تِلت مثلًا ونُص ساعة ونوصل، فتمام، لأ مش تمام، الأكل فين يا جماعة، فين الأكل؟ إحنا طيارة يعني تقريبًا 3 ساعات ونُص 4 ساعات إلا ربع، فين يا شباب الأكل؟ عايزين ناكل، أنا ما فطرتش، من التوتر ما عرفتش أفطر، فين يا شباب الغدا؟ ما فيش. فبصيت بعيني كده عليه، طب يعني حتى، طب يعني أنت مغرقني من الصبح، يعني خلاص بقى من غير تفاصيل عمال بتعطس من الصبح في وشي، يعني كان حتى إيه من باب الذوق والجنتلة، يعني إحنا أصحاب مع بعض، يعني قاعدين جنب بعض في الطيارة، يعني إيه كده، صحيني، قُل لي chicken or beef، fish or chicken، يعني لغيني، قُل لي أي حاجة كده حسسني إن أنت بتشاركني. المهم تمام ماشي، أنا مش مسامحك عشان أنت ما صحّيتنيش نتغدى سوا، أنا عادي مش مشكلة، أنت عندك برد وكده، طبيعي ساعات بيبقى مثلًا بسبب تغيُّرات درجات الحرارة بين المطار بتبقى ساقعة جدًا، بتخش الطيارة مثلًا بتبقى درجة حرارتها أقل، فهو ممكن يبقى جاي من كذا سفرية مثلًا، ممكن سفرية قبلها ودي التانية أو التالتة، فممكن إيه، يكون جاله برد من حاجة زي كده، فما عنديش مشكلة طبعًا مع حاجة زي كده، ولكن كان المفروض إيه، يعني تصحّيني، صحّيني كده، أنا أخوك كده، ادّيني حتى بكوعك كده والّا حاجة، صحّيني يعني. وصلنا مطار أبو ظبي، مطار كبير جدًا، ضخم، بشكل لا يوصف، تمام، بابُص على التذكرة بتاعتي، لقيت مكتوب عليها تقريبًا C24 أو C26، دي الgate اللي أنا المفروض إن أنا أروحها. طبعًا يا باشا إيه، لا سوق حُرة ولا أي حاجة، لا في القاهرة ولا في أبو ظبي، أنا أصلًا أنا قلقان على طول من إيه، أنت قلقان إن أنت الgate دي أهم حاجة، أنت لازم تبقى موجود في الgate، لازم تبقى عند الgate، لإن الوقت ممكن يخونك، ممكن تسرح، بتتمشى، بتتفرج، فلأ ما فيش مجال للكلام ده، لإن أنا ما فيش حد معايا ينبهني بالوقت والكلام ده، وأنا مش كل شوية أبُص في التليفون، فأنا لأ، أنا على طول على الجيت بتاعتي، فبابُص على اليمين كده على البوابات، لقيت مكتوب A1، ماشي تمام، مشيت تقريبًا كده 100 متر، A2، A3، طب أنا فين؟ أنا C24 والّا C26 دي فين؟ سألت مع اليُفط والحاجة، وصلت تقريبًا
فضلت بعد تمشيه ساعه الا ربع بين السلالم الكهربائيه وطالع فوق ونازل تحت. وصلت، قعدت برضو ما بين مثلا هنود، ما بين افارقه، انا ما عنديش مشكله، بس انا عايز حد ايه، يعني عايز حد مثلا ايه من سني او حد عربي اقعد جنبه مثلا ايه نتكلم مع بعض في اي حاجه. عايز اتكلم مع حد. يعني انا في الطياره كنت جنب صيني وغدار، يعني ان هو ما اكلنيش معاه، يعني هو انا عايز وجبتي. بداوا يدخلوا الناس بالتدريج للطياره، وركبت الطياره نوعا ما اصغر شويه من الاولى، بس كانت حلوه. كنت قاعد برضو جنب الشباك، بشكر موظفه مطار القاهره، شكرا ليكي ان حضرتك قعدتني جنب الشباك مرتين. بس الدنيا كانت ليل خلاص، والتليفون اصلا كان قرب يفصل، فخلاص مش هصور حاجه تاني. والكاميرا كده ولا كانت في الهاند باج اصلا اللي فوقي، فخلاص. بس لقيت حد يعني كده محترم كده، وفرق السن بينا مش كبير، قال لي استاذنك لو سمحت، بس والدتي معايا وكده، يعني لو ممكن تاخد مكاني وانا اخد مكانك. قلت له طبعا اهلا وسهلا، اتفضل. ورحت انا قعدت مكاني، 3 كراسي تمام. انا في النص، في واحد جنبي جنب الشباك، وفي واحد على شمالي ناحية الممر بتاع الطيار. طلع بقى ايه هنا بقى، يعني برضو جروبات، بس الجروب بقى المرة دي ايه، خليجي. ورايا كان في عماني تقريبا كده بقى، يعني فهمت ان هو صاحبهم وهو اللي هيستضيفهم يعني. وعلى يميني اماراتي، وعلى شمالي اماراتي. تمام، حلو جدا. هو حتى ايه، حتى يعني اسمع مثلا ايه نكش هزار كده، عايز اي حاجه كده ايه، يعني خلاص بقى عايز كده اخش في المود بقى شويه. انا بحب اتكلم. ابو ظبي لحد مسقط 50 دقيقه ساعه بالكتير قوي. ف5 دقايق 10 دقايق كده، بعد ما الكلام وبداوا الكلام وهزار وي وي وي، دعاء السفر وطلعت الطياره. بعت طبعا رساله لبابا، قلت له انا خلاص طالع من ابو ظبي اهو ان شاء الله، وجاي لك بحيث ايه نظبط الدنيا، لان هو اللي المفروض هيستقبلني في مسقط. هنا بقى بدأ الكلام بقى. الشخص اللي كان جنبي بدأ ان هو ايه يتكلم معاه، وانا طبعا ايه ما صدقت. فبدأنا نتكلم مع بعض، يعني سألني بصراحة أسئلة غريبة شوية. قال لي وانت رايح فين؟ قلت له مسقط، يعني حضرتك انا وانت في نفس الرحلة في مسقط. قال لي ايوه، يعني لمين؟ قلت له بقى رايح لبابا. قال لي ما شاء الله وعرفته بقى على الاجازه، وان انا في طب، وهو حكى لي برضو عن شغله وعن دنيته، وان هو قال لي انا كنت في البحرين مع اصدقائي و ورايح لمسقط مع اصدقائي برضو. شاور لي بقى على اللي وراه ده، فعرفت ان هو ده. هو من اللهجه اصلا عرفت ان هو عماني من غير ما اشوفه. فهو بقى عرفني عليه ان هو صاحبه فلان، رايح يقعد عنده تقريبا 4 أو 5 ايام بيشوف عمان وهيتفسحوا وكده. فقال لي ان شاء الله الاسبوع الجاي انا رايح مصر. قلت له حلو جدا. مصر جميله، وفي مصر فعلا جميله. مصر فيها اماكن سياحيه كتيره جدا. انت عايز بس واحد يظبط لك بروجرام حلو، وانت تبقى عارف انت دماغك ماشي على ايه، وهتلاقي اماكن حلوه. مصر هتلاقي بحر، وبحر جميل جدا، سواء البحر الابيض او البحر الاحمر. اماكن سياحيه طبعا حدث ولا حرج. هتلاقي من اول الجنوب الاقصر واسوان لحد الاهرامات والنيل. بص هتلاقي اماكن كتيره جدا. فده اللي انا كنت بقوله له بقى. فبقول له انت مصر فيها اماكن كتيره جدا، انت بس تعالى ومالكش دعوه. بس قعدنا نتكلم كتير بقى. ففي وسط الكلام المضيفه جت، بس المره دي ما سالتش بقى عن بيف اور تشيكن، مش مشكله، المهم ان في اكل في باكج ظريف جدا كده. طيران الاتحاد على فكره عجبني جدا بصراحه، يعني تجربتي مع طيران الاتحاد كانت فعلا جميله. باكج ظريف كده، سندوتش جبنه، ازازه ميه، 3 تمرات او 5 تمرات تقريبا. تمام، حلو جدا. قاعد بقى بهزر وبتكلم معاه، خلاص بقينا اصحاب. الدنيا بدأت تمشي. الوقت عدى بسرعة جدا طبعا عشان بنتكلم مع بعض. خدمني بقى ان هو ايه بقى بيطلب لنفسه مية ويطلب لي معاه. خلاص هي دي بقى، بقينا اصحاب بقى خلاص. فيطلب مية يطلب لي معاه، يطلب تمر زيادة يطلب لي معاه. يعني حقيقي كان شخص لطيف جدا بصراحة. فالوقت عدى، الطيارة وصلت الحمد لله، وصلنا مسقط. انا قمت بقى ايه مش مستني شنط ولا مستني حاجه، هي بتاع صغيره كده اقل من 7 كيلو. خدتها من الرف اللي كان فوقي على طول ونزلت. كان طبعا بقى في رحله تانية، او صادف ان في طياره تانية تقريبا من الهند، لان كان هنود، بس هنود وباكستانيه. بغض النظر عن الجنسيه كانت ايه، كانت هي دي بقى اللي زحمت الدنيا قوي. فدي اللي اخرت الاجراءات شويه، لان انا كده ولا كده انا مش مستني حاجه بقى، لا هستنى شنط زياده ولا حاجه، هي شنطه واحده هاخدها وهمشي.
فهو ده اللي اخر الاجراءات شويه. المهم وصلت بقى لمسقط، خلاص لقيت بابا. ايه يا ابني اتاخرت ليه؟ الحمد لله على السلامه الاول، اتاخرت ليه؟ فقلت له بابا والله الاجراءات كانت ايه، كانت اتاخرت شويه عشان كان في تقريبا طياره زحمه او كده. قال لي الحمد لله على السلامه. حكيت له على موضوع اكل الطياره واحنا طالعين من المطار. قال لي ازاي؟ ما ينفعش، ده لازم اغديك بقى. فرحنا مطعم تركي وجبنا صحن شاورما كبير كده. طبعا الشاورما يعني حاجه، خلاص انا مش هتكلم عن الموضوع يعني، خلاص هي شاورما لا توصف بصراحه. كان اكل جميل جدا وروحنا على البيت. بس كده انتهى اليوم. رحله شاقه تقريبا بدات من الساعه 9 الصبح، ووصلت عمان تقريبا على الساعه 11 12 بالليل. بصراحه مش فاكر قوي بالظبط، بس هي رحله طويله يعني، خدت تقريبا 16 او 18 ساعه اليوم كله، من اول ما نزلت من بيتي في طنطا لحد ما وصلت هنا ابرة. فكانت تجربه حلوه، كان يوم جميل جدًا بصراحة، يعني أنا اتبسطت واستمتعت بيه جدًا. بس كان فعلًا ما كانش ينفع فيه تصوير أو إن أنا أمسك كاميرا وأصوّر وكده، بغض النظر عن إن أنا أصلًا باقلّق جدًا من مطار القاهرة إن أنا أصوّر فيه، فأنا باخاف جدًا أصلًا. بس غير كده هي كانت تجربة جميلة. فعلًا فكرة إن أنت خلاص تبدأ إن أنت تعتمد على نفسك شوية بشوية، دي حاجة مطلوبة وحاجة كويسة جدًا وحلوة جدًا. طبيعي القلق اللي بيبقى موجود في الأول نتيجة إن أنت مش عارف أنت داخل على إيه بالضبط، رغم إن أنا إحنا يعني أنا سافرت كتير جدًا، يعني عمان دي رايحين جايين على طول كل سنة. بس أنا الإجراءات مش في دماغي، هو أنا متعود حد اللي بييجي يعمل الكلام ده. بعربية فيها شنطنا، بنوزن الباسبور وكل الكلام ده كله مع بابا، فتذاكر الطيران، التأشيرة، إفادة القيد بتاعة الجامعة، موقفي التجنيدي، كل دي ألفاظ جديدة عليّا. ما كنتش أعرف أنا هاعمل إيه في كل ده. فكانت دي لخمة، ولكن بصراحة اتعلمت منها كتير. أنا تقريبًا حفظت الخطوات بالضبط. هي إجراءات الطيران سهلة مش صعبة، ولكن زي ما قُلت لكم بس كنت مخضوض بسبب إن هي أول مرّة السفر لوحدي. بس كانت تجربة جميلة ولذيذة، فحبيت إن أنا أشاركها معاكم عزيزي المشاهد. أتمنى يكون الفيديو عجبك، وإن شاء الله انتظروا فيديوهات جميلة جدًا إن شاء الله 2024 في سلطنة عمان. في أفكار كتير وفي فيديوهات كتير، وهاشوف صحابي طبعًا، طبعًا دي أكتر حاجة أنا متحمس لها ومتشوق ليها يعني. وبس كده عزيزي المشاهد، أتمنى لك يوم جميل جدًا، أتمنى لك دوام الصحة والسعادة، وشكرًا ليك على دعمك عزيزي المشاهد. وبس كده كالعادة كان معاكم عبد الرحمن، ومع السلامة. سلام عزيزي المشاهد. أنا اللي داخل طبعًا باقول الكلام ده يعني افهمني، افهمني وهي طايرة كده، افهمني على طول كده ولنِّك معايا. المهم وصلنا. ماشي.